نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند يتوعد ريال مدريد. صرح كيليان مبابي: سيعرف الناس محطتي المقبلة في هذا الموعد. توني كروس يحدد موعد حسم مستقبله مع ريال مدريد. علق البرازيلي فينيسيوس جونيور على إمكانية غياب الظهير الأيمن عن تشكيلة الفريق. السلام عليكم أيها المتابعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مع الرياضة. ثانية فقط من وقتكم، وادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا رقم 10 في التعليقات لكي أعرفكم أيها الرائعون. شكرا لكم جزيل الشكر. حدد الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني موعد حسم مستقبله بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الميرينغي أو الرحيل. وسينتهي عقد النجم الألماني كروس مع ريال مدريد الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتخذ قراره النهائي. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن توني كروس قد يفكر في الاعتزال بشكل نهائي عقب منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، لكن ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يأمل في استمرار اللاعب لموسم آخر على الأقل. وخرج توني كروس للحديث بشكل صريح عن مستقبله مع ريال مدريد، حيث أعطى وقتا زمنيا محددا للكشف عن قراره النهائي. وتحدث توني كروس حسب قناة تلفزيونية إسبانية قائلا: سأحسم مستقبلي خلال شهر أو شهرين، ثم سنرى ما الذي سيحدث. يقترب الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانتقال لنادي ريال مدريد، وتفصله خطوة واحدة فقط، ويحاول النادي البافاري الحفاظ على ظهيره الطائر بشتى الطرق. وتسعى الإدارة للوصول إلى عقد جديد يبقيه لفترة أطول في النادي. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا، فإن ألفونسو ديفيز يطلب راتبا قدره 20 مليون يورو، في حين لا تعتزم الإدارة البافارية تقديم ما يزيد عن 14 مليون يورو في السنة. وأشار التقرير إلى أن موقف بايرن ميونخ لن يتغير، وسينتظر النادي معرفة رد ديفيز على العرض المقدم إليه بشأن تجديد التعاقد قبل نهاية مارس بحد أقصى. ولن يكون أمام إدارة بايرن ميونخ في حالة رفض ديفيز العرض المقدم سوى الاستماع للعروض المقدمة من الأندية الراغبة في الحصول على توقيعه. وتتوقع الإدارة عروضا في حدود 50 مليون يورو، وترغب إدارة ريال مدريد من جانبها في تخفيض المقابل المطلوب، خاصة أن عقد ديفيز سينتهي مع البافاري في 2025. علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على إمكانية غياب كايل ووكر عن تشكيلة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة الريال. جاء ذلك بعدما تعرض ووكر لإصابة عضلية لم يكشف بعد عن مدى خطورتها خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في المباراة الودية ضد البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالية. وقال فينيسيوس في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن ووكر قبيل مواجهة الريال والسيتي في أبريل القادم: نحن في ريال مدريد نريد أن نلعب ضد أفضل اللاعبين، وووكر واحد منهم. وأضاف فينيسيوس: أقولها دائما، كايل أفضل مدافع واجهته في حياتي، ويكون هناك ثنائيات جيدة للغاية بيننا. إنه يحترمني بشدة، وأنا أبادله نفس الشعور والاحترام. توعد إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي خصمه ريال مدريد خلال صدام الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن هالاند يواصل ربط مستقبله بالملكي، ويرى أن صدام الفريقين فرصة لإثبات أهميته مقارنة بصفقة مبابي. ويسمح الشرط الجزائي في عقد هالاند بمغادرة المان سيتي اعتبارا من الصيف المقبل.
لكن أخبار قرب مبابي من ريال مدريد أثرت بشكل كامل على النجم النرويجي الذي كان يأمل في ارتداء قميص الميرينغي. ووفقا لمصادر مطلعة فلا يزال هالاند يرى نفسه مؤهلا للعب مع الميرينغي، ويدرك أن صدام ربع النهائي في الشامبيونز ليج فرصة كبيرة لتقديم أوراق اعتماده لإجبار النادي الملكي على التحرك لضمه مستقبلا. ويرى هالاند أن مواجهة الميرينغي ستكون فرصة عظيمة لإظهار أنه يستحق نفس قيمة كيليان مبابي في مشروع ريال مدريد. حدد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أخيرا موعد الإعلان عن محطته المقبلة بعد الرحيل عن النادي الباريسي، ويعتبر ريال مدريد هو أبرز المرشحين للتعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر. وتحدث كيليان مبابي لتيليفوت قائلا: سيعرف الناس مستقبلي قبل اليورو، أنا هادئ جدا حيال ذلك. وأضاف: مستقبلي لم يعد موضوعا كبيرا في النادي، ولم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن. وتابع قائلا: سأكون في اليورو برأس هادئ ومستعد للقيام بأشياء عظيمة. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة.